بتغسلي شعرك ازاي؟ ردي عليا. بتغسلي شعرك ازاي؟ بتحطي شامبو على شعرك وتبداي بقى تدعكي في شعرك في كل حته من اول الفروه لحد الاطراف. قفشتك بتعملي كده؟ اوعي تكوني بتعملي كده. طب هل مفكره انه في اي حاجه ممكن تستخدميها تخلي شعرك يطول اسرع؟ مصيبه لا تكوني مفكره كده. طب هل كل شهر بتقصي اخر اطراف من شعرك علشان برضو يطول اسرع؟ لا خلاص، انت هتجننيني باللي انت بتعمليه ده. وزي ما اتفقت معاكم ان كل الافكار اللي هنعملها على القناه دي هتكون من الكومنتس بتاعتكم انتوا. ففي كومنت انتوا كتبتوه واخد 209 لايك، ممكن الفيديو اللي جاي يبقى عن روتين الشعر بس كده. عينيا. وما تقوليليش انا مش مضطره اهتم بشعري عشان انا محجبه. المحجبات لازم يهتموا بشعرهم زي اللي مش محجبات بالظبط، يمكن اكتر كمان. انا عارفه ان انتوا شفتوا مليون فيديو قبل كده بيقول لكم تستخدموا منتجات ايه للشعر، تشتروا ايه علشان شعركم، والفيديوهات دي فعلا مفيده جدا. بس انا جايه النهارده اعمل حاجه مختلفه شويه. هقول لكم على 7 حاجات ببلاش مجانا تماما، لو استمريتوا عليهم انا متاكده هتحسوا بفرق فظيع في شعركم. هدفي انه بعد فيديو النهارده تكوني عارفه اكتر عن شعرك، عارفه تهتمي بيه ازاي، وعارفه كمان تريكات صغيره انا عرفتها خلال سنين، بجد خلال سنين حسنت من جوده شعري جدا، وانت مش مضطره تقعدي كل السنين دي عشان تعرفيها. انا هقولها لك دلوقتي حالا. وكمان هدفي انه اي بنت بتتفرج على الفيديو ده تستفيد منه بمعلومات تقدر تستخدمها انها تهتم بشعرها، حتى لو الظروف الماديه مش احسن حاجه دلوقتي. عشان عايزه اقول لكم حاجه، اعتبروني اختكم الكبيره اختكم الصغيره، ما تحطوش في دماغكم انه الفلوس هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الانسان يهتم بنفسه، يحافظ على شعره، جسمه، يتعلم حاجه جديده. طبعا الفلوس مهمه، طبعا الفلوس بتساعد، بس اللي اقصده ان انتوا ما تاخدوش ده كعذر في دماغكم ان انتوا ما تهتموش بحاجه تماما، او تستنوا لما الظروف الماديه تبقى احسن وبعد كده نبقى نهتم. طب ليه ما نعملش دلوقتي اللي في ايدينا لحد ما ان شاء الله الظروف تبقى احسن؟ فانا دلوقتي هبدا معاكم من الاول خالص. فاول نصيحه، ازاي تغسلي شعرك. انا قعدت سنين بغسل شعري غلط. بصوا بقى، وانا صغيره كنت بغسل شعري ازاي؟ بجيب شامبو عادي واحطه على شعري واغسله بقى كله، بمسكه كده يا جماعه وبدعك الحتت دي بالشامبو بجد. وانا عارفه انه كتير مننا لسه بيغسلوا شعرهم كده. طيب ايه الطريقه الصح اللي المفروض نغسل بيها شعرنا ولازم يكون نظيف؟ هتجيبي الشامبو وتحطيه على فروه شعرك بس، اوعي تحطيه على باقي شعرك خالص. بس اهم حاجه تكوني بتغسلي الفروه. جماعه الشعر بيتوسخ تمام، بس مش زي الفروه. مصدر الدهون اللي بتزيت شعرك وتخلي شعرك كده مدهن ومزيت هي الفروه. فروه الراس هي اللي فيها بصيلات بتطلع وبتفرز المواد الدهنيه اللي بتزيت شعرك. فانت لما تيجي تغسلي شعرك تركزي على الاجزاء البعيده عن الدهون، ولا المنطقه اللي هي اصلا مصدر الدهون اللي بيطلع منها كل الدهون بتاعت شعرك. لو غسلتي شعرك من هنا شطوره كويس قوي، هنسقف لك، الدهون لسه موجوده حرفيا، وهتنزل وانت بتسرحي شعرك على باقي شعرك وشعرك يرجع مزيت تاني. طيب يا اسراء، انا بغسل فروه شعري وبغسل برده شعري من تحت، ايه الغلط اللي انا بعمله؟ الغلط انه شعرنا من هنا بسبب ان هو بعيد قوي عن دهون الفروه بيبقى معظم الوقت ناشف ومش مترطب، مش محتاج خالص ان انت كمان تشيلي منه اي نقطه ترطيب فيه بالشامبو. والمهم جدا ان انت تغسلي فروه راسك وتدعكيها كويس قوي. وهقول لك دلوقتي على نصيحه مهمه، مش مره واحده، مرتين. يعني اغسلي شعرك واشطفيه تماما، وبعد كده اغسلي شعرك تاني واشطفيه تاني، عشان من اهم الحاجات انه يكون عندنا شعر صحي هي فروه صحيه نظيفه. فلو الفروه فضل متراكم عليها دهون من المرات اللي فاتت واللي فاتت، متبقي عليها بلسم، ليف ان، اي ماده من مواد الشعر، هتفضل على الفروه، هتسد المسام، ممكن تعمل قشره، ممكن يجيب لك حكه. فكل ده احنا مش عايزينه. عايزين فروتنا تبقى صحيه، عشان انا عارفه ان انت عايزه شعرك يطول، والاساس انه اي شعر يطول هو الفروه الصحيه. يبقى نعمل ايه؟ نغسل فروتنا كويس جدا بهدوء، مش جامد، بهدوء. مساج كده للفروه، مش مره مرتين، هفضل اقولها مليون مره. ممكن حد فيكم يقول لي طب ما كده باقي الشعر هيفضل مش نظيف وانا بغسل الفروه بس، كده هنبقى معفنين. تقصدي ان انا معفنه؟ تقصدي ان انا معفنه؟ انا بعمل كده؟ لا، هو مش هيحصل كده. وانتي بتشطفي الشامبو من على الفروه، الشامبو هينزل على باقي الشعر، وده كفايه قوي ان هو يغسله وينضفه. كفايه قوي ان الشامبو ينزل عليه كده هو يغسله كويس قوي. ثقي فيا، ارجوكي ثقي فيا اكتر من كده. يعني مش هغسل شعري خالص هيفضل كده مش نظيف. اهدي على، انا حاسه ان انتي اتعصبتي عليا، انا حاسه ان انتي مصدومه الاول من اللي انا بقوله ومش عاجبك وشايفاني مش نظيفه، صح؟ بصي، مش هنغسله بمعنى
ان احنا هندعكه وهنحافظ عليه كده عشان ما يتقصفش والزيوت ما تنشفش منه، بس مره كل اسبوعين نقدر ان احنا نغسله بالشامبو، بس برده مش دعك كده، بمنتهى الهدوء غسله كده، بس مش اللي هي عارفين يا جماعه في اعلانات الشامبو اللي هم بيجيبوا الست وهي بتغسل شعرها اللي هو كده وشعرها كله بيبقى فوق، ده غلط، ده هو ده الغلط. لا ما تعمليش كده، برده غسله وانت تبقي بتغسلي هنا بالراحه تمام، مره كل اسبوعين كفايه. كده قلنا ازاي نغسل شعرنا. طب نغسل شعرنا كم مره؟ على حسب شعرك بيزيت كم مره. كل شعر بيعدي عدد ايام عليه وبيبتدي يزيت. انا مثلا شعري دهني جدا، بيزيت يا جماعه بسرعه قوي، يعني مثلا لو غسله شعري النهارده ممكن يزيت بكره بالليل، بيقعد معايا يوم ده لو هو تحفه، ساعات بيزيت في نفس اليوم، فانا بغسله تقريبا يوم لا، وساعات كل يوم، ساعات كتير قوي كل يوم. انت بقى تغسلي شعرك امتى؟ لما يزيت. بيزيت كل 3 ايام اغسليه كل 3 ايام، بيزيت كل يومين اغسليه كل يومين، بيزيت كل 7 ايام اغسليه كل 7 ايام. واوعي اسمع منك اغسله كل 7 ايام، يعني انا ما استحماش الا كل 7 ايام. الاستحمام وانك تاخدي شاور ملوش اي علاقه بشعرك، افصلي الاثنين عن بعض. انا شعري بيزيت كل يوم فبغسله وانا باخد شاور كل يوم، بس لو انت شعرك جاف ومش بيزيت غير مره في الاسبوع خدي شاور عادي كل يوم واغسلي جسمك بس ما تغسليش شعرك، ومره واحده في الاسبوع خدي شاور كامل شعرك وجسمك وكل حاجه. وهنا تيجي نصيحه مهمه قوي انا ما بعملهاش، انا هقول لك دلوقتي نصيحه انا مش بعرف اعملها بس هقولها لك عشان لو انت بتعرفي تعمليها اعمليها، وهي درجه الحراره اللي بتغسلي بيها شعرك. المفروض والصح والكويس ان انت تغسلي شعرك بميه فتره، مش تلج عشان تقدري تتحملي، ومش ميه سخنه. انا بقى ما بقدرش اعمل كده ليه؟ عشان انا بموت من التلج، انا ببرد قوي قوي قوي، فبطنش صحه الشعر وبطنش جمال الشعر واهتمامي كله بالشعر بطنشه، وبستحمى باسخن ميه في العالم. لازم الميه تكون بتحرق جلدي عشان استحمى بيها. انا مجنونه، انا عارفه ممكن تقول عليا مجنونه، بس غير كده لو هي مش مولعه بحس ان انا بموت من التلج وبحس انه حد بيعذبني. عارفه انه ده بيأذي شعري، عارفه مش عارفه ابطله، بس اتمنى لو انتوا بتقدروا تتحملوا الميه الابرد شويه اغسلوا شعركم بميه فتره. لغايه دلوقتي كل دي حاجات ما اشتريتيش فيها ولا منتج، حرفيا بس معاكي الشامبو اللي انت اوريدي بتغسلي بيه شعرك. بس ما تقنعنيش انك لو عملتي الحاجات دي في الشاور شعرك مش هيتحسن، هو نفس الحاجه، نفس الميه نفس الشامبو، بس استخدمتيهم بطريقه صح اكيد هتحسن من جوده شعرك. تاني نصيحه هقول لكم على سر، من ساعه لما عملته شعري اتغير والله العظيم يا جماعه، كان ناشف ملمسه كده مش طري، عارفين اللي هو الحركه دي اللي هو يبقى منساب كده، لا ما كانش كده بجد، انا حاسه بيه حتى لو كان شكله هو، بس بجد فرق قوي في احساسي بشعري، نعومته طراوته، وحاجه سهله بسيطه تافهه مش هتاخد دقيقة، بس أنا ما كنتش عارفة إن أنا المفروض أعملها. وأول لما بدأت أعملها شعري بقى أطرى بكتير، وده بجد سر بقيت أقوله لأي حد أعرفه. أول لما أقابل أي حد أقول لكم سر تعملوه في الشاور وهيحسن شعركم قوي، بجد ببقى متحمسة قوي وأنا بقول، بس ما أعتقدش حد مهتم يعني. المهم بصوا صراحة أنا كدبت عليكم، دي هتدفعوا فيها فلوس بس هي تقريبا 5 جنيه. بعد ما تخلصوا كل الشاور هتاخدوا معاكم إزازة مية معدنية صغيرة، هتشطفوا بيها شعركم آخر شطفة تكون بإزازة المية المعدنية الصغيرة دي. جماعة ممكن تشوفوا حاجة تافهة براحتكم، أنا قلت اللي عندي، أنا ماليش دعوة، أنا ملتزمة بالموضوع ده بقالي شهر وبجد شعري أطرى من أي وقت كان فيه قبل كده. طيب السبب في كده إيه؟ هل أنا مجنونة مثلا وقررت أعمل كده ولقيت شعري كويس؟ لا طبعا في سبب لكده، وهو إنه المية اللي بتبقى نازلة من الحنفية بتبقى فيها شوية مواد معدنية، يعني بيبقى فيها زي كالسيوم مغنيسيوم، دي مواد اصلا موجوده في الميه، فلما بتنزل على الشعر وعلى مدار سنين من ان احنا بنغسل شعرنا بالميه العاديه ده بيعمل تراكمات من المواد المعدنيه دي على الشعر، والتراكمات دي بتفضل تتبني على الشعرايه بتاعتكم، بيبقى عليها زي طبقه، فعمركم ما هتوصلوا لنعومه الشعره ذات نفسها طول ما هي عليها طبقه من بره. لما بقى بتغسلوا بميه معدنيه الميه دي ما بيبقاش فيها المواد الصلبه دي، بتشطف المعادن دي اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم وبتنزل، فخلاص المواد دي ما بتفضلش لازقه في شعركم. وبجد بعد اسبوع من لما تعملوا كده هتلاحظوا فرق، عشان انا لاحظت فرق مش طبيعي. السر ده بين ايديكم دلوقتي، انا طلعته للعالم، انا قلت للعالم اللي عايز يجرب يجرب، ولو جربتوا ولقيتوا فرق في شعركم بليز اكتبوا لي في الكومنتس عشان متحمسه قوي
لما بقول لحد حاجه يعملها ويجربها، لو بفضل اقول له ايه اللي حصل، ايه النتيجه، ببقى متحمسه قوي. ماما بدات تعملها الحمد لله، وبتقول لي ان هي ملاحظه برده ان شعرها بقى اطرى. انا ما اعرفش، هي حيله بجد صغيره جدا بس والله بتفرق. هي دي الفكره، ان احنا نعمل حاجات صغنونه كيوت ما بتاخدش مننا وقت، مش هتاخد مننا مجهود، بس بنهتم بيها بشعرنا. ثالث نصيحه ازاي نسرح شعرنا. هحكي لكم قصه. وانا صغيره ماما كانت في حرب بينها وبين شعري. اول لما كنت بصحى اروح المدرسه بيبقى في فقره اسمها فقره الصياح، ماما بتقعدني قدامها تقعد تسرح في شعري بطريقه غريبه انا مش عارفه ليه، وانا اصوت. يا لهوي على الصويت اللي كان بيحصل بجد. مش قادره انسى الصراحه الموضوع ده بجد بجد. كنت بكره تسريح الشعر. ايه الغلطه بقى اللي كانت بتحصل؟ ماما كانت بتسرح شعري من اول الفروه لحد الاخر. بتبتدي من الفروه كده، لو كنت ببقى قاعده مسرحاني كده. بصوا ده غلط جدا جدا. مش زعلانه منك والله يا ماما، انا عارفه ان انت ما كنتيش عارفه. حبيبتي يا ماما، بس دي مش الطريقه الصح ان احنا نسرح. الطريقه الصح ان احنا نبتدي من اخر الشعره. يا جماعه انا حرفيا بمسك شعري كده. بصوا بمسك شعري كده، ببتدي اسرح الحته دي، بعد ما تتسرح باخد كمان حته واسرح وكده لغايه لما اوصل لفوق. انما موضوع اللي هو تشو كده دي لا ده هيقطع الشعر. انا دلوقتي بعمله عشان هو متسرح، انما لو هو مش متسرح او متلخبط وداخل في بعضه هيقطع الشعر وهيخليكم تخسروا كميه شعر مش طبيعيه انتوا محتاجينها. يعني الشعرايه اللي بتقع دي احنا محتاجينها، احنا اولى بيها. فمجرد تسريح شعركم من تحت لفوق بدل من فوق لتحت هتوفر عليكم شعر كتير قوي كنتوا هتخسروه. كل دي حاجات سهله وبسيطه، عماله اقنعكم، عماله اقول لكم النصيحه واقنعكم بيها، اللي هو يلا نعمل كده عشان الشعر هيتحسن ومش هتاخد منكم وقت وبسرعه كده. بحس ان هي دي طريقتي ان انا احمس اللي قدامي ان هو ياخد باله من الموضوع. المهم رابع نصيحه، ما تشدوش شعركم لورا. هنقرعها بجد، اللي هو خلاص هيبقى فيه فراغات لو فضلنا نشد شعرنا لورا. برضو وانا صغيره، معلش يا ماما بس والله يا جماعه ماما ما كانش قصدها انها تشد شعري لورا، بس انا بجد كنت بكره قوي شعري ينزل على وشي، وبحب بقى في المدرسه اللي هو ما احسش بشعري ده خالص. عايزه انطلق، عايزه اجري، عايزه العب، مش عايزه اشوف شعري قدام وشي. فكنت بخلي ماما ترفع لي شعري. ماما كانت بترفعه زياده، فكانت مثلا تعمل لي ديل حصان او تعمل لي ضفيره، بس الشعر يكون مشدود لورا. فده للاسف بيؤدي انه الشعر اللي قدام يخف قوي. فلو انت مش محجبه خدي بالك وانت بتعملي شعرك بوني تيل او ضفيره ما تشديهوش لورا، خليه لوس كده ومسترخي اللي هو مرخي. ولو محجبه ما تلبسيش البندانه وتخليها تشد شعرك، عشان انا صاحباتي بشوفهم بيشدوا ساعات بالبندانه الشعر لورا. طب ما هو كده كانك بتشدي شعرك، هو كده كانك دايما قاعده شعرك حد بيشده. هل ده طبيعي؟ هل ده مريح للشعر؟ لا. فطالما مش مريح للشعر ما تعمليهولوش. جماعه اللي انا لاحظته ان الشعر بيحب يتعامل بحنيه. كل ما انتوا تعاملوه ككائن رقيق كبيبي، عاملوه كبيبي. يا حبيبي انت عايز تتغسل، حاضر هغسلك بالراحه. انت عايز تتسرح، هسرحك بالراحه، هلمك بالراحه. والله عشان هو قماص. هو فعلا انا بشبه الشعر بالبيبي عشان هو قماص، ولازم نتعامل معاه بالراحه جدا جدا، والا هيتقصف، والا هيتقطع، والا هو اصلا رخم. ولو مفكرين انه اي حد بيطلع يقول نصايح عن الشعر هو عارف بالظبط يعمل ايه مع شعره، وشعره كل يوم بيصحى يلاقيه تحفه، جماعه خالص خالص. كل الناس محتاره مع شعرها. الشعر ده اصلا مش في وضع واحد او في حاله واحده، ساعات يبقى كويس، ساعات يتبهدل، ساعات يعدي شهور وهو متقصف ما تفهموش ليه، ساعات تروحوا تقصوه مره ما يطولش تاني. انا مش فاهمه الشعر ده. احنا بنحاول نعامله زي البيبي، نداديه، نهشتكه، ندلعه عشان هو يرضى عننا ويسكت ويبطل عياط وسويت. خامس نصيحة، احذري من الشعر المبلول. مش عايزة اشوفك شعرك مبلول. اكتر وضع بيبقى فيه الشعر عرضة او يعني سهل جدا ان هو يقع وبيتكسر ويتبهدل وهو مبلول. عشان كده قلت لكم انه لما تخرجوا من الشاور تسرحوه بالراحة، عشان هو بيبقى في اكتر اللحظات اللي هو ضعيف فيها، بيبقى شعر ضعيف جدا وهو مبلول. وبشوف لسه ناس كتير لغاية دلوقتي، وانا كنت بعملها كتير الصراحة، اخر اليوم بيخشوا ياخدوا شاور ويخرجوا كده وهم مرتاحين نفسيا ومبسوطين ونعسانين ويدخلوا يناموا. وات؟ نو ما ينفعش يحصل الموضوع كده ابدا. حضرتك قررتي تاخدي شاور بالليل عشان تعملي ريفرش، لازم بعد الشاور قبل ما تنامي تنشفي شعرك تماما. بصي لو حصل ايه اوعي تنامي وشعرك مبلول. انا كنت بعشق النوم وشعري مبلول، وافرح لما اصحى تاني يوم والاقيه لسه مبلول، اقول الله ده نظيف ايه ده، اتكسر واتبهدل. وفضلت انت عماله تتقلبي، عمال بقى هو يحتك بالمخده ويتكسر ويتقصف،
وانا نايمه في 7 نومه. هل ده يرضيكي؟ انا ما اعتقدش ان هو يرضيكي. المحجبات فكرتوني نسيتكم، انا مش ناسياكم انتوا كمان. بعيدا بقى ان انتوا ممكن برضو تناموا شعركم مبلول، هل وجاوبوني بصراحه هل بتلبسوا الطرحه على شعر مبلول؟ اتمنى لا، اتمنى لا، وانا عارفه ان انتوا عمركم ما هتعملوا كده، بس ان كيس ما حدش عارف ما تلبسوش الطرحه على شعر مبلول يا جماعه. لازم الشعر يتنشف. عارفه ان انت مستعجله، عارفه ان انت وراكي حاجات مهمه وعايزه تنزلي الجامعه بسرعه او الشغل بسرعه وما عندكيش وقت تنشفي شعرك، بس مش هينفع. انا اسفه، انا اسفه، انا حاولت اساعدك، حاولت. لو عندي اي حل تاني يخليكي تعرفي تنزلي بسرعه من غير ما تنشفي شعرك هقوله لك. مفيش اي حل انه يكون الشعر مبلول تحت الطرح، ولا ان احنا ننام بيه مبلول. انا قعدت بنام بيه مبلول قد ايه؟ سنين بنام بيه مبلول. يا ريتني كنت اعرف المعلومات دي قبل كده، يا ريتني. دلوقتي لو هموت من النعس، لو خلاص، لو عيني عماله اصحى كده انشف شعري، انام زي الشطره، انام وانا مرتاحه نفسيا وجسديا وعصبيا، لان انا لو نمت وشعري مبلول هبقى متوتره جدا ومش هعرف انام، مش هعرف انام عشان متخيله بيحصل ايه في شعري هو والمخده بيبهدلوا بعض. سادس نصيحه مش محتاجه عشان تطبقيها غير دول، بس صوابعك فقط، مش هرش، مش هتهرشي في شعرك. هتعملي لشعرك مساج. ليه؟ هل هو ظهري عشان اعمله مساج؟ ده انا ظهري مش عامله له مساج. معلش انا قلت ايه؟ الشعر طفل صغير قماص صوته عالي بيبهدل الدنيا وبيقرفنا وعايز ان احنا نداديه ونقول له يا كيوت معلش يا حبيبي بالراحه، ونقعد نسقف له كده لغايه لما يهدى ويعقل كده وينام. فهو ده بالظبط اللي انا بقول لكم تعملوه مع شعركم لما بقول لكم تعملوا له مساج. معلش هناخده على قد عقله، هنحاول كل يوم نعمل له مساج لمده من 5 ل 10 دقايق، والله ما كتير. ده يا جماعه بيفرق جدا. ليه؟ الشعره بيكون وصل لها حاجه اسمها بلاد سبلاي، يعني دم. فلما بنعمل مساج للشعر ده بيحفز وينشط الدوره الدمويه في الفروه، فبيخلي الدم يوصل احسن للبصيله بتاعه الشعر، والدم لما يوصل اكتر للبصيله هيغذيها اكتر، هتطول اكتر، وهي سلسله كامله انت محتاجه فيها ان انت تعملي مساج لشعرك. ممكن انا حاسه ان انا دلوقتي بعملك زي البيبي واللي هو معلش ينفع تعملي كده لشعرك؟ لا سوري لا. المهم هكدب عليكي لو قلتلك ان انا بعمل مساج لشعري كل يوم، هبقى كدابه. بس بحاول لما بحط زيت لشعري ان انا اعمله مساج كويس، ولما الاقي نفسي كده قاعده بالليل مثلا بدل ما اقلب كده اقوم واخده 5 دقايق واقوم عامله مساج لشعري. مش هتعرفي تلتزمي كل يوم، يا رب تلتزمي. انا بقول لك كل النصايح اللي لو انا حتى مش ملتزمه بيها يا ريت انت تلتزمي بيها، بس انا حاطه الموضوع في دماغي. فلما القط نفسي كده قاعده ما بعملش حاجه، على طول بقوم عامله مساج لشعري، وبحاول ان انا التزم مثلا 3 ل 4 مرات في الاسبوع عشان بجد الحركه دي بتفرق مع الشعر جدا. سابع نصيحه واللي كل الناس هتلاقيها بتقولها لك، قصي اطراف شعرك. طب بالراحه، اقص اطراف شعري كل شهر انا عدى عليا برضو وقت طويل قوي كنت مصدقه انه قص اطراف شعري هيخليه يطول. لازم نفهم الموضوع جاي منين. ليه بيقولوا لنا اصلا نقص اطراف شعرنا طالما اصلا انه الشعره بتطول من هنا؟ يعني الشعره بتطول من الفروه مش بتطول من الاخر. فليه بنقص اطراف شعرنا؟ عشان لو اطراف الشعر متقصفه. يعني ايه متقصفه؟ يعني الشعره بتبقى مفتوحه كده من النص، فالتقصف ده بيبتدي من اطراف الشعر وبيبتدي يطلع لفوق. فلو فضل يطلع لفوق كده على طول الشعرايه كلها باظت. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقص اطراف الشعر المتقصفه، وركزوا معايا في كلمه متقصفه عشان التقصف ده ما يوصلش لفوق وفوق وفوق في الشعرايه فالشعرايه كلها تبوظ. فبنحافظ على باقي الشعرايه عن طريق ان احنا نشيل الطرف اللي من تحت المتقصف. عشان كده بيقولوا لنا نقص شعرنا كل شهر. طيب لو انت بنت عايزه شعرك يطول، هدفك شعرك يطول، بتعملي كل الخلطات والوصفات انه شعرك يطول، وفي نفس الوقت بتقصيه كل شهر عشان تشيلي الاطراف المتقصفه، هيطول امتى؟ يعني هو الشعر بيطول قد ايه في الشهر علشان انت بقى تيجي تقصيه وتشوفي زياده في الطول؟ مستحيل. ما هم الحبه اللي هو بيطولهم انت بتقصيهم كل شهر، هتشوفيه بيطول ازاي. اسراء انت خنقتيني، كل المعلومات اللي انا عارفاها بتقولي لي انها غلط. طب امال اعمل ايه؟ انت كده بتقولي معلومات غلط. لا انا عودتك اشرح لك كل حاجه، فاي حاجه مبنيه على شرح انت لو فهمتيها هتعرفي انا بتكلم صح ولا غلط. ما ينفعش تقصي اطراف شعرك كل شهر لمجرد ان هم بيقولوا لك انك لازم تعملي كده. هم بيقولوا نعمل كده لو اطراف الشعر متقصفه. لو اطراف شعر
شعرك بتتقصف كل شهر، وده اصلا غريب، لو بيحصل كده يبقى احنا لازم نهتم بشعرنا اكتر بكتير، بس دي الحاله الوحيده اللي لازم تقصي فيها اطراف شعرك كل شهر. لو اطراف شعرك بتتقصف بمعدل طبيعي كل 3 شهور كل 6 شهور، فبنقص اطراف شعرنا المتقصفه كل 3 شهور او كل 6 شهور لو هدفك هو تطويل الشعر. بس لو انت في معلومه في دماغك انه مجرد قص اطراف الشعر بيساعد انه الشعرايه تطول، دي معلومه غلط. لسه عندي نصايح تاني اقول ولا ايه؟ لازم اخرجك من الفيديو ده عارفه كل حاجه عن الشعر، فهكمل. تامن نصيحه، بتنامي وشعرك عامل ازاي؟ لازم تقولي لي نامي كده، لو انا كده مثلا اخش انام غلط. نعمل ايه؟ اللي تقدري تعمليه عشان تحافظي قدر الامكان على شعرك وانت نايمه بالليل هو ان انت تربطي ضفيره، بس مش جامده، يعني ما تربطيش الضفيره وتعقديها قوي، لا خليها ضفيره سايبه شويه لوس شويه، وكده انت بتحمي شعرك من الاحتكاك اللي ممكن يزود التقصيف والتساقط بتاعه. فكده قبل ما ننام هنعمل ايه؟ هننشف شعرنا ونلمه ضفيره لوس. تاسع نصيحه، انا ما شفتش اي حد بيتكلم عنها بجد، ما شفتش حد بيتكلم عنها، بس انا لاحظت فرق في شعري لما عملتها. جماعه في حاجه بننسى نغسلها، بنسقط كده، بنغسل ايدينا، بنغسل شعرنا، نغسل هدومنا، بنغسل كل حاجه الا الحاجه دي بننساها، انا مش عارفه ليه. فرشه شعرك. فرشه شعرك عليها كل المواد اللي اتحطت على شعرك، لو بتحطي كونديشنر، لو بتحطي ليف ان، اي حاجه موجوده على شعرك فاتنقلت على الفرشه، فعماله بقى كل ما تسرحي شعرك بعد الشاور يتجمع على الفرشه مواد من شعرك، وتستحمي تاني وتسرحي تاني فيتجمع مواد تاني، فانت تاخدي شاور وتيجي بقى تسرحي مفكره بقى ان انت شعرك نظيف، تلاقي شعرك فجاه بقى مزيت كده وعليه مواد وبقى دهني. ليه؟ الفرشه يا استاذه الحقي، الفرشه هي السبب. فبجد يا جماعه الفرشه لازم تتغسل. انا بغسلها قد ايه؟ عشان انا والله العظيم صريحه معاكم في كل حاجه، بس انا مهووسه، انا بغسلها كل يوم عشان انا شعري مش تقيل، دهني جدا، فلو انا ما غسلتهاش كل يوم بجد هتدهن شعري. للاسف الشعر الدهني ده الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني تقدري تغسليها مره في الاسبوع، مره كل 3 ايام، المهم ما تنسيهاش. فاكره بقى لما قلت لك في اول الفيديو ان انت غلطانه لو فكرتي انه في اي حاجه في العالم ممكن تخلي شعرك يطول اسرع؟ هتقولي لي ازاي؟ كل الناس بتقول على حاجات تخلي شعرنا يطول اسرع. ايه اللي بيحصل لما تستخدمي حاجات وتلاحظي فعلا ان هي بتطول لك شعرك؟ الحقيقه اللي بتحصل ان انت لما بتهملي شعرك هو بيبطل يطول، سرعه طولانه او سرعه ان هو يطول بتقل جدا. لما بقى تبداي تهتمي بيه، تعملي كل النصايح اللي انا قلتها لك في فيديو النهارده، ترطبيه، تستخدمي له زيوت، فهيبتدي تاثير الحاجات الغلط اللي انت كنتي بتعمليها لشعرك يقل جدا، وهي دي الحاجه اللي كانت بتبطئ من طولانه. فلما توقفي العادات السيئه دي وتبداي تحطي مكانها عادات كويسه، شعرك هيرجع يطول بمعدله الطبيعي، لانه كل الشعر المفروض الطبيعي ان هو يطول، لكن مش معنى كده ان هو بقى بيطول بسرعه، لا هو بيرجع لمعدل طولانه الطبيعي بس كده. فانت بتلاحظي ان هو بيطول اسرع، بس هو اصلا المفروض يطول طول الوقت كده. فدي برضو خرافه على الشعر حبيت اوضحها. فعشان كده بنصحك اعملي كل حاجه، حرفيا كل حاجه قلناها في فيديو النهارده، شوفي بعد شهر ان شاء الله ان شاء الله شعرك هيفرق ازاي. اخر كام حاجه حابه اقولها، انه مهما عملنا لو مش بننام كويس، مش بناكل اكل صحي، للاسف برضو هيفضل في مشاكل في شعرنا. انا مش بعمل كده على طول، ومفيش اي انسان يقدر يفضل ياكل صحي ويفضل ينام مع ظروف الحياه واللي ورانا، اذا كان وراكي مذاكره ولا شغل ولا اولاد ولا بيت. انا فاهماكي جدا، انا مش بعرف كمان اعمل كده، مش بعرف التزم باكل صحي معظم الوقت، مش بعرف انام كل يوم 8 ساعات، بس انا ما اقدرش ما اقولكيش انه مده النوم وجودته، نوع الاكل وكميه الميه، ال3 حاجات دول بيفرقوا جدا مع الشعر. ما تفكريش انه الحاجات دي خرافات، اللي هو لو انا اهتميت باكلي هل شعري هيستفاد؟ والله شعرك هيستفاد جدا، مش بنظر عليكي خالص، مش بقولك ان انا بعمل كده وبنام كل يوم 8 ساعات، انا امبارح نايمه 4 ساعات بس، والله العظيم بحاول اقولك كل حاجه لو انا حتى مش قادره اعملها او وقتي مش سامح لي او ظروفي مش سامحه لي. لو انت تقدري يا ريت انت تهتمي بشعرك، يعني مش لازم عشان حاجه انا مش عارفه التزم بيها قوي الصراحه، والله العظيم من الحاجات اللي ورايا مش بعرف قوي، بس لو انا مش عارفه التزم بيها ليه ما اقولكيش انت ممكن انت تلتزمي وتبقي احسن مني. وبس كده، هي دي كانت نصايحي عن الشعر اللي مش محتاجه تصرفي فيها فلوس خالص. لو عايزين بقى اعمل لكم فيديو عن روتين الشعر متفصل، تستخدموا ايه، امتى، ازاي، انا عملت تحاليل ايه، باخد دلوقتي فيتامينز ايه، كل الحاجات دي لو محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتس. بس انا حبيت فيديو النهارده يكون كلها حاجات محدش يقول لي فيها حجه، مش عايزه اسمع
مش عايزه اسمع ولا حاجه، كلها حاجات انا واثقه ان كل الناس بمختلف الاعمار بمختلف الظروف يقدروا يعملوها ان شاء الله ان شاء الله بمنتهى السهوله وتفرق معاهم. وبجد نفسي كلنا كبنات يكون شعرنا صحي مترطب بيلمع شكله حلو، عشان انا عارفه قد ايه شعرنا كبنات بيفرق في شكلنا جدا. وبالمناسبه دي عايزه اقول لكم على حاجه، فاكرين الكومنت اللي انا قلته لكم في اول الفيديو اللي طلب مني اعمل فيديو ده عن الشعر؟ الكومنت كان بيقول اللهم بارك شعرك صحي وانا شعري متقصف، جربت دكاتره كتير وما فادونيش، ممكن تقول لنا وصفات؟ في حد رد عليها وقال لها شعرها خفيف، وحد تاني رد شعرها وراثه مهما عملتي مستحيل شعرك يكون زيها عشان هي ورثاه. انا فعلا شعري خفيف، شعري فعلا مش تقيل، فعلا شعري ستريت عشان ماما شعرها ستريت وانا طالع شعري ستريت لماما، بس مش معنى انه حد شعره مش تقيل ان هو مش بيهتم بيه. فزي ما انا وارثه ان هو ستريت انا كمان وارثه ان هو خفيف، فلو انا فضلت اقول يو ده خفيف يو مش ههتم بيه هيبوظ خالص، هيبقى خفيف ومش ناعم ومش طري ومش مترطب ومش شايني ومش شكله حلو. فالحمد لله ربنا رزقني بشعر حلو ماشي مش تقيل، انا بقى اهتم بيه اخليه دايما مترطب، اعرف اطوله، اهتم بفروتي اخليها دايما نظيفه، احميه من القشره احميه من التقصيف، اعمل كل حاجه اقدر عليها عشان احافظ على النعمه اللي ربنا ادهاني. انما مش هفضل اقول يو شعري خفيف خلاص انا مش عايزه انا مش ههتم بيه، لا بالعكس انا اصلا فخوره ان انا شعري مش تقيل وان انا عارفه اهتم بيه واحافظ عليه كل ده واخليه يبان شكله حلو، لدرجه انه ناس كتير جدا جدا بتسالني بتعملي لشعرك ايه. فهي دي نصيحه برضو حابه اوصلها لكم، ما تخلوش كلام اي حد يحسسكم انه خلاص بقى ملهاش لازمه مش ههتم خالص، انا كده كده هبقى وحشه، كده كده مش حلوه، كده كده عندي مشكله في الحته دي فمش هشتغل عليها. والله لو كل الناس عملت كده محد هيهتم بنفسه خالص. ما تسمعوش لاي كلام سلبي، على فكره انا ما زعلتش خالص ومش حاسه كلام سلبي خالص، هي فعلا قالت حقيقه، انا شعري فعلا مش تقيل ربنا خلقه كده، مش زعلانه خالص، مش بفكر في الموضوع بالطريقه دي تماما، بفكر ان انا عندي شعر واجبي ودوري ان انا اهتم بيه واخد بالي منه. اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتس عايزيننا نتكلم عن ايه في فيديو الاسبوع اللي جاي، وعايزه اقول لكم ان انا مهتمه جدا جدا بالكومنتس بتاعتكم دايما بقراها، فاكتبوا لي برده عايزين ايه عشان نعمله الفيديو اللي جاي. وفي اخر الفيديو اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر معلومه عن الشعر اتصدمتوا منها في فيديو النهارده، ايه اكتر معلومه كنتوا مفكرينها حاجه وطلعت العكس. متحمسه قوي اعرف انتوا اتصدمتوا في ايه النهارده. وبس كده، مبسوطه قوي ان انا اتكلمت معاكم النهارده.